توكلنا على الله وإن شاء الله النهارده هنعمل طريقة بسكوت الشمعدان أو بسكوت الويفر، حاجة كده خطيرة بجد. إزاي إحنا ما كناش بنعملها قبل كده؟ طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة وكمان مضمونة مليون المية إن شاء الله بأمر الله. بصوا الشكل عامل إزاي والطبقات حكاية. الطعم بقى جربوا انتوا بنفسكم واحكموا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة معايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وأحط عليهم كوباية من السكر، رشة صغيرة من الفانيليا، وهاخد الكلام ده كله وهضربه كويس جدا في الخلاط. في الوقت ده معايا هنا كوباية إلا ربع من خليط السمنة على زيت، وحطيت أنا معلقة كمان من الزبدة. ضربتهم كويس جدا مع بعض وحطيت رشة ملح كمان، وهبدأ أنزل بيهم في البولة وعليهم معلقتين كبار مليانين من النشا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو كيس بيكنج باودر. هقلب المكونات كلها مع بعض بنفس الشكل كده. النشا هنا بتخلي البسكوتة بتاعتي ناعمة جدا. بعد كده هننزل بنص كيلو من الدقيق، مش هنزل بيهم كلهم، هسيب حوالي معلقتين على جنب كده، وبعد كده لو احتجتهم انا هنزل بيهم في الاخر. هلم العجين بايدي كده، مش هعجن ولكن بايدي كده هعملها زي شوكة، وهبدأ ألم بيها العجين، لأنك لو عجنتيها قوي البسكوتة معاكي بتعضم. فاحنا يا دوب عايزين نلم المكونات مش أكتر. بعد كده وصلت معايا المرحلة دي هقسمها بالنص. هاخد نص كده هحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، ويفضل يكون الأسباني لأنه بيدي لون وطعم الشوكولاتة بالظبط. ادي العجينة البيضة حطيت عليها معلقة دقيق وعجنتهم الاتنين وبقوا معايا زي ما انتوا شايفين كده. هجيب العجينة البيضة الأول وهبدأ أفردها بالطريقة دي، وكمان العجينة اللي بالشوكولاتة ونفس الكلام هفردها بنفس السمك والطول. بعد كده بسم الله وهحط الطبقتين على بعض بالشكل ده. هسويهم على قد ما اقدر، اتقطعت منك مفيش مشكلة، كده كده كله هيتداير في بعضه. هاتني بقى أول مرة وهبدأ أحط كيس أو شنطة كده نظيفة وأبدأ أفرد بالشكل ده. فردت كده أول طبقة، وبعدين هتنيها كمان مرة وهفرد تاني. أحط الشنطة أو الكيس وأفرد بالشكل ده. الكيس هنا بيساعدني جدا إن الطبقة تكون معاكي ملساء وفي نفس الوقت بتتفرد معاكي بسهولة. وهاتني كمان مرة، يبقى كده تالت مرة أهي، وهرجع أفرد تاني. كل ما بتطبقي وتفردي بيديكي يعني توريقات كده أو أشكال طبقات شكلها حلو جدا. بعد ما فردت كده هشيل الكيس وهعمل كمان مرة، يبقى كده احنا عملناها 4 مرات، كده 4 تطبيقات. أتني أحط الكيس وأبدأ أفردها. وفي المرة الرابعة دي أنا هبدأ بقى إيه أظبطها كده على قد الصينية اللي أنا هشتغل فيها. عايزة تخليها رفيعة شوية زي ما أنا عملت، عايزة تخليها سميكة شوية هتحطيها في مقاس صينية مستطيلة، مقاس 25 26. أنا هنا حطيتها في صينية مقاس 28. هدخلها الفرن على درجة حرارة 170، هتقعد معاكي تلت ساعة تقريبا أو 25 دقيقة على ما تستوي معايا. هنا بار من الشوكولاتة 250 جرام، هحط عليه معلقة زيت ذرة أو زيت دوار شمس وعلى حمام بخار وهسيبها تسيح. بتطلع معايا بقى البسكوتة كده، مفيش بسيبها بالظبط 7 8 دقايق، وابدأ أصب عليها الشوكولاتة اللي سيحتها وأفردها بالسباتيول بالشكل ده. عايزة أقولك إن الشوكة مش هتفرد معاكي كويس غير المعلقة السيليكون. أنا ما عنديش شوكولاتة بيضة فعملت أشكال سريالية كده بالمعلقة. أي شكل بقى، ممكن تعمليها بالشوكة، ممكن تعمليها بالمعلقة، خطوط كده بإيدك اللي يريحك، تعمليها سادة خالص حتى مفيش مشكلة. وبسكينة المشرشطة وابدأي قطعي بالشكل ده. تقطعيها بقى مربعات، تقطعيها مستطيلات، تقطعيها بنفس التقطيعة بتاعة البسكوت اللي هو الرفيعة بتاعة الشمعدان اللي يريحك خالص. أنا كنت هنا مستعجلة عشان احنا كنا عاملين قعدة حلوة كده، و عايزة ألحق أحط الحاجة وأرص الحاجة. ف خلصت على طول، ما استنيتش إن الشوكولاتة حتى من على الوش تشد، وزي ما انتوا شايفين الطبقات عاملة ازاي، حلوة قوي قوي قوي، وطعمها في منتهى الروعة. أقسم بالله بجد خطيرة، أنا عن نفسي جالي ذهول بمجرد ما دقتها. بصوا، نفس قطمة البسكوت اللي بنجيبه من بره، نفس الطبقات اللي جوه، نفس التسوية، نفس الرقات لما بتيجي تكسري البسكوتة كده وبتلاقيها بتفرفت معاكي لطبقات كده رقيقة، هي كده بالظبط. ممكن كمان تقطعيها كيوبس صغيرة، هتبقى زي البسكوت اللي بنجيبه في أكياس كده صغيرة لأولادنا.
بجد روعة روعة روعة، لازم تجربوها. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم من رضاكم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نختم بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والباقيات الصالح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.